أطيل، سأعطي الكلمة مباشرة إلى النقيب السيد عبد اللطيف أعمو، نقيب سابق لهيئة أكادير، الذي نشكره على حضوره معنا، حيث جاء خصيصا من مدينة أكادير وبرلماني سابق ومجلس المستشارين أعتقد سابق. إذن برلماني سابق ومستشار في نائب ومستشار بمجلس بالبرلمان المغربي، الذي سيلقي مداخلته حول عنوان: لماذا التوقف الشامل عن ممارسة مهام الدفاع؟ تفضل السيد النقيب. شكرا السيد الرئيس، السيد الأمين العام، السيد الوزير، السادة النقباء. انت هنا ما شفتكش. السادة النقباء، أيها الحضور الكريم، في الواقع أنه بعد ما سمعناه على لسان مداخلتين السابقتين جعلني في موقع كما أنني فكرت فيه قبل اليوم وأتساءل: هل حق الدفاع في وطننا وصل إلى درجة الوعي الكامل الذي يثير رد الفعل بالقوة من أجل حمايته؟ فأظن أن المشكلة كلها هنا. كانت مناسبة إيقاظنا جميعا، وهو أن النهج التشريعي الذي اتخذته الحكومة الحالية بشكل فيه تحريف واضح للمسار التشريع إلى درجة أن المراسيم التنظيمية أصبحت تحل محل القوانين ولا أحد يتحرك في هذا المجال، إلى درجة أن التقييم والمحاسبة والشفافية وفقا مبادئ الدستور لم نعد نسمع عنها. فكان من الطبيعي إذن أن يحدث ما حدث. لماذا إذن الحديث عن هذه الضجة، أو سميت ضجة، أو سميتنا المحامين خرجوا عن الصواب ويتظاهرون ووقفوا عن العمل وإلى آخره؟ لذلك وجدت نفسي في موقع أنني أهيئ مرافعة من أجل الدفاع عن حق الدفاع داخل مجتمعنا، من أجل إيقاظ الضمير الوطني ووعي المواطنين بأن حق الدفاع ليس مجرد كلام، هو حق دستوري وله مضامين بدونها لا يمكن أن نستحلي العيش بالحرية أو نسير في مسارنا الذي اختاره المغاربة، وهو التقدم نحو الأمام بملء من الصبر وملء من العزيمة وملء من التفاؤل والآمال، بناء على الخصوصيات التي يتمتع بها المجتمع المغربي وتقاليده وتراثه وتاريخه وحضارته. فلا يمكن والحالة هذه أن يقبل الاستخفاف بمسار معقد وطويل منذ بعد الاستقلال إلى الآن وما تحقق، والتضحيات التي كانت آنذاك السبعينات الثمانينات إلى آخره. إذا لم تخن الذاكرة، مع الأسف ما لقيتش، ما عثرتش على ملف ديالي في ذاك الوقت، انعقدت بدون شك أستاذ نقيب الجامعي غادي يكون يتذكر هذه المسألة هذه، في إطار المحامين، الاتحاد الدولي للمحامين. في الوقت وقعت مشاكل خطيرة جدا نالت من حق الدفاع عبر عدة أماكن في العالم، أفريقيا بالخصوص. كان المؤتمر وقع هنا في الدار البيضاء أظن في الثمانينات ما قلتش، كان في أحد محاوره الدفاع عن حق الدفاع، وكان الاتحاد الدولي للمحامين أخذ هذه المهمة، كان لها صدى قوي جدا على المستوى الحقوقي وعلى المستوى الدولي. فلذلك أظن أنه لابد أن نلتفت إلى أن رئيس وأعضاء جمعية هيئة المحامين الذين
حرروا بلاغا وإعلانا بإعلان التوقف الشامل عن ممارسة الدفاع. لم يقولوا الإضراب عن ممارسة العمل، ولم يقولوا التوقف عن العمل بشكل يعني هكذا نقطة ورجع للسطر، التوقف الشامل عن ممارسة الدفاع. لماذا؟ هذا الذي أريد أن أجيب عنه، حتى أريد أن أجيب عنه أمامكم، وغاية هو التوجه بالخصوص إلى الرأي العام وإلى السياسيين وبالخصوص الأحزاب السياسية، لأنه المسألة ليست بالسهل، وبالتالي المحامين عليهم واجب الدفاع عن حق الدفاع، لأنهم جزء أصيل وكلي في وجودهم. مسألة وجود، ليست مسألة مسطرة المدنية ولا مسطرة الجنحية. فكونهم يتحملون هذه المسؤولية عليهم واجب الدفاع. إذن هذه الحركة الاحتجاجية التي أعلنوها لم يسجل عليهم أنهم رموا ببدلتهم السوداء في الشوارع، ولا أنهم خرجوا عن القانون أو المنطق، وبالخصوص أحكام الدستور. هناك من يسمح لنفسه بمؤاخذتنا على الإضراب، هكذا يقول الإضراب، وهكذا يقول الخروج عن نصوص القانون المنظم للمهنة إلى آخره، بدون حياء. وبالتالي ستسمحوا لي أن أسرد عليكم في المدة التي يسمح بها هذا الحوار بعض المقتضيات لإحاطتكم علما بموقع حق الدفاع في الدولة التي تسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي حداثي ديمقراطي تسعى فيه الحريات وحقوق الإنسان. فالصورة التي نشرتها أمامكم تلخص هذا كله في كون أننا احنا ما دايرينش الإضراب، احنا قلنا لا للتشريع الذي لا يحترم الدستور. هذا كل ما قلنا في هذا السميت. لذلك فالإضراب عرف في المغرب في الدستور المغاربة منذ 1982 وعرف السياق، ولكن لم يسبق له أن شاهد قانونا ينظمه. فدستور 2011 جاء بنفس الشيء، بفارق أنه سجل الإضراب ضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئة للمواطنين. نقطة آخر فقرة الأخرى، الإضراب مضمون ينظم القانون الفصل، الإضراب مضمون ويحد القانون التنظيمي شروط وكيفية ممارسته. فهذا الفصل 29 من الدستور. إنما قبل هذا لابد أن نشير إلى أن الفصل 86 من الدستور صريح في حيث نص على على أن يجب على الحكومة أن تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور. نسجل للحكومة التي جاءت من بعد الدستور مباشرة أنها أعلنت من جملة ما أعلنت عليه المبادرة إذا كانت إيجابية ما سمي آنذاك بجدول مخطط التشريعي، وعطت فيه أسبقية 21 قانون تنظيمي اللي خصها تخرج قبل تنتهي الولاية. اجتهدت فأخرجت تقريبا واحد 15 ولا 16، الحكومة الثانية استمرت فأنجزت 3 ولا 4 إلى حد الآن، ونحن في الولاية الثالثة لم تصدر كل هذه القوانين التنظيمية من التشريع، رغم أن الدستور صريح في أن حدد ولاية واحدة. ماذا يعني هذا؟ أن الحكومة لا ممسوقاش احترام الدستور، لا في المضمون ولا في الأجالات ولا في الشكل، غادية. هذا شيء يورقنا. هذا المظهر جعلنا نحن كمحامين لا نعيره أي اهتمام، خصوصا وأنه هذا يمكن أن يكون من دفعات تشكيلية عند المحامين في المحاكم، ما عمرت واحد ما تيديروش. أكثر من ذلك أن المحامين في هذه المظاهر، لا أقول الاستهتار، ولكن هذه اللامبالاة بمنهجية تشريعية أو بالدستور،
أن المحامين في نفسهم صابرين لكثير من الأشياء. عدل قانون الجنائي فأدخل المحامين بعقابهم بجريمة الزور والمشاركة في التزوير في جميع العقود التي يحضرون في تحريرها، رغم أنه ليست له أي صفة لإصدار عقد رسمي، والعقد بالزور يأتي في عقد رسمي، والمحامي لا يحرر العقد وإنما يشهد بأنه حرر، أن الذين وقعوا أمامه. أكثر من ذلك، تم كذلك التراجع عن موقع السير المهني في مهنتهم، رغم أنه المحامي هو علبة سوداء للإنسان كيفما كان، ولا يمكن اقتحام أو فخ هذه العلبة إطلاقا، لأنها تحمل أشياء لا يعرفها إلا الله، والتي وضعها في قلبه أو وضعها تماما هو المحامي. بحال القسيس اللي في الكنيسة اللي تياخذ هذوك لي زافو، هذوك الاعترافات اللي كيجيو الناس سميتو. ومع ذلك أقحم هذه اللعبة حطمت في المجال التشريعي المغربي بدون رد فعل. أكثر من هذا، أنه المحامين تعرضوا كذلك إلى إقحامهم في أمور تتعلق بالتهريب وبتبييض الأموال وساكتين. اليوم وقع الاعتداء على حق الدفاع. أستاذ نقيب عزيز قال الشيء الكثير في هذا المجال، أستاذ السيد الوزير كذلك قال الشيء الكثير على أن هناك مخالفة لقوانين الدستور في مجال التشريع. فالإضراب الذي نتهم به اليوم ليس هو حركتنا احتجاجية وليست عملا الإضراب، لأن الإضراب كما قلت جاء لم يعرفه الدستور، ولكنه عرفه مشروع القانون التنظيمي الذي يعرض الآن على البرلمان من أجل المصادقة. في المادة الأولى من هذا القانون، من هذا المشروع، يعرف الإضراب بأنه كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة من أجل الدفاع عن حقوق من حقوق أو مصلحة من مصالح الاجتماعية والاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين. الفصل المادة من نفس المشروع، هذا مشروع ما زال يناقش أمام البرلمان، الحق في الإضراب في منظومة العمل المأجور، أي الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون 65/99 المتعلق بمدونة الشغل والأعوان المستخدمين لدى الإدارات العمومية إلى آخره. وبالتالي بأي حق يسمح البعض الذين يحاولون التشويه لعمل المحامي أن يؤول عنوانا أو احتجاجا فكر فيه تفكيرا دقيقا من أجل إيصال الإشارة إلى من يهمه الأمر، رغم أن النصوص واضحة. فالمحامي لا يمكن تصنيفه من حالة الأجراء أو اعتباره أجيرا. فتوقف الشامل عن ممارسة الدفاع ليس التوقف أو التواطؤ من أجل الامتناع عن مساعدة القاضي أبدا. هناك توقف الشامل لتجميد حق الدفاع، تجميد الوقوف وراء حق الدفاع ما دام مهضوما، لم يعد للمحامي قدرة على ممارسته، وهو حق للمواطن وليس للمحامي. فلذلك لا يمكن أن نواخذ كذلك بمقتضيات المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. يبقى أين يكمن هذا الحق الذي الآن يشتكي على من يشتكي؟ على الذين خول لهم القانون ممارسته وحصانته وتطمينه. فلذلك فالمحاماة بهذا المعنى تجد نفسها في قلب مبدأ سيادة القانون. لما أجد نفسي محروما من ممارسة
حق أنا مؤمن عليه، وحق الدفاع أمام المحاكم وأمام الإدارات العمومية. فهي الأمر يتعلق بمبادئ الحكامة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة بما في ذلك الدولة ذاتها مسؤولين أمام القانون. القوانين صادرة عنها وتطبق على الجميع بتساوي، ويتحكم في إطارها إلى قضاء مستقل، ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ التدابير لكافة اللازمة بمبادئ سيادة القانون والمساواة أمام القانون والمساءلة أمام القانون والعدل في تطبيق القانون والفصل بين السلطات والمشاركة في صنع القرار واليقين. هذا كلام ليس من عندي، هذا كلام صريح واضح في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع وفي مجتمعات والصراعات وما بعد الصراع، تقرير رقم 616 على 2004. فنحن ننتمي إلى هذا الالتزام بحكم موقعنا. ومع ذلك مع الأسف المشرعين، لا أعرف من هم المشرعين، لأن وزير العدل يقول لكم هناك مشرعين آخرين ماشي غير هو بوحده، نحن نخاطبه كحكومة، ومع ذلك يقول لست وحدي مشرعا. من هو المشرع إذن في هذا البلد؟ والدستور واضح. ومن ثم من هذه الخلاصة تعتبر المحاماة معيارا دوليا لتقييم مستوى الحقوق والحريات في أي بلد، ومظهرا سياسي من مظاهر دولة الحق والقانون. وبحكم تموقع المعاهدات الدولية في دستور 2011 بقوة بين الدستور والتشريعات الوطنية العادية، وذلك استنادا إلى ديباجات الدستور إلى آخره، كل شيء كتعرفوه. فلقد نص الدستور المغربي مسايرا بذلك المواثيق الدولية على مقتضيات القانون تكرس مفهوم حق الدفاع. تبقى من خلال هذه المنطلقات المحاماة أداة لحماية حقوق الدفاع، ليست هناك أي أداة أخرى سوى المحاماة. ونحن هنا نحيي السادة القضاة، خصوصا القضاة في غرف محاكم النقد ومنذ زمن طويل ومباشرة وقبل التوحيد وبعد التوحيد، الذين انتبهوا إلى دور المحامي، وذاك المحاماة ما زالت خرجت من كذا. فبفضل أولئك هم من قضى ومنهم من ينتظر، ومن بيننا بعض أساتذتنا في هذا المجال الذين أدركوا هذه المهمة، فساهموا بشكل قوي في ترسيخ حق الدفاع في شخص الناس، أشخاص مؤهلون يسمون المحاماة. الدستور كذلك ولا حق الدفاع أهمية قصوى باعتبارها ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، فصل 23 والفصل 120. فأكد بشكل قوي على مبدأ قرينة البراءة، وهو ما ورد في الفصل 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما نص عليه الدستور كذلك في الفقرة الرابعة من الفصل 23. نص كذلك على الحق في التقاضي لكله من مكونات حق الدفاع، نص عليه في الفصل 118 فصل 23 فقرة 3 نص على إلزامية إخبار كل شخص بعد انتقاله على الفور وبطريقة يستوعبها إلى آخره، الباقي كتعرفون. كما أن الدستور أقر بحق الإنسان في الاستفادة من المساعدة القانونية. لا أحد يتحدث عن هذا المكون من مكونات حقوق الإنسان، مكونات حق الدفاع، وكيف يمارس يوميا من طرف المحامين، والتي تكمن في حق الاختيار محامي وفي إمكانية الاتصال بأقاربه. كل هذه المقتضيات القانونية التي تكرس مفهوم حق الدفاع في الدستور المغربي لها امتداد واضح ومباشر في التشريعات الدولية. غادي تسمحوا لي نعرض عليكم بسرعة بعض المقتطفات في هذا المجال. شكون يمكن التقنية هذه.
الحق في المحاكمة العادلة مكون جوهري أساسي ضمن منظومة حق الدفاع. الحق في المحاكمة العادلة تضمن كافة حقوق الإنسان العالمية والإقليمية. الحق في المحاكمة محاكمة منصفة أساسها محاكمات مدنية وجنائية تجري في محاكم مستقلة ونزيهة. من هم هذه المعاهدات؟ من أهم هذه المعاهدات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 14 منه على أن الناس جميعا سواسيا أمام القضاء إلى آخره. أغلبيتكم حقوقيون، ما غاديش يمكن نقرأ عليكم النصوص كذا، هي موجودة. فبجانب حق كما أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على نحو لا لمس فيه أن حق الفرد في أن يحاكم من طرف محكمة مستقلة ومحايدة حق مطلق ولا يخضع لأي استثناء. وعلى هذا النحو فهو حق يطبق في كافة الظروف في جميع المحاكم عادية كانت أم استثنائية. من جهة أخرى تنص المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن لكل فرد الحق في أن ينظر في دعواه، وهو حق يشمل بوجه خاص الحق في أن تفترض براءته إلى أن يثبت التهمات الموجهة إليه من محكمة مختصة. وفي هذا الإطار جاء ما يسمى بالمبدأ حسن النية الذي يفترض في المعاملات إلى أن يثبت العكس. زملاء قالوا فيه ما يكفي من العيوب التي تشوب قانون الشرع المصدر المدني، مع الحق في أن يحاكم في غضون فترة معقولة من قبل محكمة محايدة. كما تنص المادة 26 من الميثاق على أن الدول الأطراف عليها واجب ضمان استقلالية المحاكم. دائما في نطاق مكونات المحاكمة العادلة التي هي ركن من أركان حق الدفاع. من جهة أخرى تنص المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن لكل إنسان الحق في أن ينظر في دعواه مع توفير الضمانات الواجبة له، وأن يقع ذلك النظر في غضون فترة معقولة من الزمن من قبل محكمة مختصة ومستقلة إلى آخره. وتنص المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يحق لكل فرد في تحديد حقوقه المدنية والجبائية أو أي تهمة جنائية توجه إلى أن ينظر في دعواه على النحو المنصف وبشكل علني في غضون فترة معقدة من الزمن إلى آخره. هذه كله وثائق وصكوك دولية بجانب ما تقتضي ما هو نصوص ما ورد في الدستور المغربي بشكل واضح. فالمحور الآخر يتعلق بمركز المحامي في تفعيل مضامين حقوق الدفاع بالدستور. الدستور لا يكفي محاماة حقوق الدفاع الفضاء الذي يمارس فيه هذا الحق. كيف؟ غير اللي جاء وغير اللي أدى اليمين وغير اللي كذا. هناك إطار منظم أقوى من تنظيم تشريعي على المستوى الوطني. هذا النظام المنظم فمنذ عهد بعيد عرفت ديناميكية المجتمعات تطورا في اتجاه تحقيق كثير من المكتسبات الحقوقية والقانونية في اتجاه تحقيق مبادئ العدل وحق الإنفاق. والمجتمع المغربي يشهد له بذلك، لأنه المجتمع الذي ولد ميثاق ولا توصيات المصالحة، هيئة الإنصاف والمصالحة. المجتمع الذي ولد قانون الدستور 2011 وغيرها من المبادرات. كما لا يمكن أن يحرم أو أن يشك أحدا في أن حق الدفاع نسبي أو ليس بحق مطلق. كما ابتكرت عدد من الآليات من ضمنها المحاكم الوطنية وتشعباتها وتعددها وتعدد اختصاصاتها بجانب المحاكم الدولية القارية منها والإقليمية والمتخصصة، خصوصا في زمننا اليوم. وبذلك أصبحت المحاماة تلك الأداة الفعالة حيث اتسع نطاقها ومفهومها لتمارس بمختلف الأشكال حتى أصبحت ذات طابع كوني تجعل من وجودها ومكانتها في كل دولة مقياسا لدرجة انضمامها إلى نظام دولي متزن ومعقلا قبل أن يكون ديمقراطيا. يناشد السلم والاستقرار من خلال البت السريع في المنازعات كيفما كان مستواها، إن على مستوى الأفراد والجماعات والدول. يمكن التذكير هنا بعدد من المبادرات.
ما حصل في عدة محاكم مختصة، ومنها زملائنا كثيرون اللي حضروا في محاكم في إفريقيا، في أدغال إفريقيا، وخصوصا في السنوات الصعبة التي عاشتها بعض الدول الإفريقية من إبادة جماعية إلى آخره، كما في رواندا وغيرها. وما زال أمامي أنظره أستاذ النقيب الجماعي الذي تحمل مشاق هذه المحاكمات في وقت ما. وأذكر كذلك بمحاكم آخرها مبادرة إفريقيا، المحامين من إفريقيا الجنوبية، إلى رفع دعوى أمام محكمة لاهاي في قضية ما يعرفه إخواننا الفلسطينيين من إبادة في غزة إلى آخره. وكذلك مبادرة المحامين في فرنسا وسويسرا وإيطاليا أمام محكمة الجناية في روما، التي أصدر وكيل العام بها أمرا بإلقاء القبض على رئيس أو على وزير الأول ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. كما يمكن التذكير بعدد من المباريات والتوجيهات الأممية أصدر القانون الدولي التي صدرت وتكون منظومة القانون الدولي، ومن ضمنها الآداب المحاماة في المؤتمر الدولي للمحامين بموناكو منذ سنة 1954. أكد مؤتمر لاكوس للمحامين على أنه من الضروري أن تتحرر مهنة المحاماة من التدخل الخارجي حتى يتم صيانة مبدأ سيادة القانون. تضمن مشروع مبادئ استقلال مهنة المحاماة والقضاء الصادرة عن الندوة الدولية التي نظمتها الجمعية الدولية للقانون الجنائي واللجنة الدولية للحقوقيين في مدينة نوتو بصقلية سنة 1982 عددا من التوجيهات. ومن ضمن هذه التوجيهات، لا أريد أن أطيل عليكم لأنها منشورة في وثائق الأمم المتحدة، ومن ضمن هذه التوجيهات مركز المحامي في تفعيل مضامن الحقوق الواردة في الدستور المغربي، من جملتها إقامة نظام سليم وعادل لإقرار العدالة ولحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لحماية فعله. كل المحامي بمجرد أن يؤدي اليمين يلتزم بهذه المبادئ، هي جزء من قوانين الداخلية لهيئة المحامين من أجل حماية نبدأ الآخر من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل سليم. يجب أن يتاح فعليا لكل شخص الحصول على الخدمات القانونية يقدم له مهنة مستقلة في ممارستها، وهي المحاماة. هذه مواثيق الدولية اللي احنا ملتزمين بها. من أجل أداء مهنة المحاماة لدورها في الدفاع، يجب على المحامين تقديم المشورة وتمثيل موكلهم بما يتمشى ومعايير مهنتهم وحكمهم على الأمور بدون أي قيود ونفوذ. لنقابة المحامين وغيرها من الجمعيات المهنية للمحامين دور حيوي ومسؤولية أساسية في السعي إلى حماية أعضائها واستناء استقلالهم والذود عنهم. هذا ما تقوم به الهيئات المحامين بالمغرب، وكذلك جمعية هيئة المحامين بالمغرب. كما ضمنت مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين مجموعة من المبادئ كضمانات لأداء مهنة المحامين، ومن جملتها لا أريد أن أسر عليكم كثيرا ما يتضمن هذه المواثيق هكذا، وهذه القوانين الداخلية ذات طابع دولي أصبحت تجعلت من المحاماة بعد كوني لمهنة المحاماة من الممارسين للسياسة، على أن دور المحامي ينص في يعني خلافا ما يظنه بعض الممارسين للسياسة على أن دور المحامي ينحصر في البت في نزاعات أمام القضاء الوطني. ومن هنا شرعت الأبواب لتحطيم كل ما تحقق من مكتسبات لدى المحامين والمساس بالمركز الاعتباري للمحاماة والمحامين داخل المجتمع، والمساس حتى بموقع المحاماة كمؤسسة مجتمعية أنتجها المجتمع لحفاظه والدفاع عن حقوقه، دون الانتباه إلى أن وظيفته كما فرضها الدستور والمواثيق الدولية تتعدى ذلك إلى طرح القضايا أمام المحاكم المختصة للمطالبة باحترام القانون والمبادئ الدستورية. وغياب هذه الرؤية لدى البعض هو الذي يؤدي إلى تشويه التشريع وعدم الانتباه إلى أن وظيفة المحاماة ورسالتها أهم وأقدس من شخص المحامي نفسه ومن شخص من يتطاول عليها، فهي رسالة قبل أن تكون مهنة. مركز المحامي دائما في المواثيق الدولية مظاهر تقدير المجتمع الدولي لدور المحامي. هنا كذلك تكتمل الصورة في هذا الإطار. نشير إلى
نشير كما تضمن إلى ما يتضمنه الإعلان الذي صدر عن اللجنة الدولية للحقوقيين بأثينا سنة 95 أن المحامين كافة الدول في كافة الدول يجب أن يحافظوا على استقلال مهنة المحاماة وأن يطالبوا بحقوق الإنسان في إطار دولة الحق والقانون في إطار ومحاكمة عادلة. كما يؤكد نفس الميثاق أن المحامين يشكل بجانب القضاة والمدعين العامين إحدى القواعد الأساسية في الحفاظ على سيادة القانون في مجتمع ديمقراطي ولتمثيل الحماية الفعالة لحقوق الإنسان. أنا أتساءل معكم، هل للمشرعين اليوم جزء بسيط من الوعي بهذه المقتضيات، وأن ما هم قادمون عليه لن يكون ضحية سوى ما يمكن أن ينتج عن حرمان المجتمع من استمرار في الآمال والاستمرار في التفاؤل والمحافظة على الاستقرار؟ إن حماية الكافية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص اقتصادية كانت اجتماعية وثقافية ومدنية تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون ومستقلون. الآن نسمع أشياء غريبة عن المحامي وعن تصرفاته وعن مركزه في المجتمع وعن وظيفته وما قيمتها لماذا يصلح. هذا شيء خطير يهدد كيان مجتمعنا. ولكي يتمكن المحامون من الاطلاع بواجبهم المهنية وأدائهم لرسالة المحاماة على النحو الفعال، لا يجب فقط منحهم كافة الضمانات المتعلقة بالمحاكمة القانونية التي يوفرها القانون المحلي والدولي، بل يجب أيضا أن يكونوا بمنأى عن الضغوط أن إقامة العدل على نحو منصف وفعال تقتضي تمكين المحامين من العمل دون مخافة التعرض للهجوم على أشخاصهم ولمضايقة والفساد وغير ذلك من ضروب التخويف. فهذا الذي نعيشه الآن بشكل عشوائي وبشكل غير مسؤول، مع الأسف يصدر من مسؤولين في قمة المسؤولية لدى الدولة. ومن الضمانات الإجرائية الواردة في القانون الدولي التي تسمح للمحامين بتمثيل مصالح موكلهم بشكل مستقل وفعال في الدعوى المدنية والجنائية. فهنا كذلك سأترك الوثيقة فيها النصوص المرجعية. فتبقى بجانب هذا بجانب هذا أنه لا نقول بأن المحامي حر ومطلق في التصرف في حق الدفاع كما يريد أبدا، بل هناك واجبات ومسؤولية المحامي. حرصت قوانين منظمة لمهنة المحاماة على ضبطها وفقا للمواثيق الدولية كذلك، وفي هنا كذلك وثيقة دولية في هذا المجال أحيلكم عليها. وأخيرا أريد أن أختم من خلال ما سمعناه على لسان الزملاء السابقين ومن خلال ما عشناه بألم، نجد أنفسنا مشرع يتنكر بشكل واضح لمبدأ الأمن القانوني ولأمن القضائي، إما إغفالا أو تعمدا، وذلك من خلال بخصوص الفصل 117 الذي نوقش سابقا، دون أن ينتبه أو يدرك عواقب ذلك في المستقبل وآثاره السلبية على نمو المجتمع. خرق مبدأ دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها بوصفها قواعد ملزمة للجميع، التضييق على مبدأ ممارسة مهنة المحاماة، المساس بمبدأ استقلال المحاماة، تحميل المحامي التزامات التعارض مع قيم مهنة المحاماة ومع المركز القانوني للمحامي، تنكر المشروع لمبدأ التقاضي ولمبدأ الحق في المحاكمة العادية، التقاضي في الدرجات، وهو ما يتجلى بشكل صريح في خرق مبدأ المساواة، خرق مبدأ مجانية التقاضي، خرق مبدأ الحق في التقاضي، خرق مبدأ الحق في المحاكمة العادلة، خرق مبدأ حقوق الدفاع. لسنا بصدد فحص هل هناك ما هو إيجابي أو غير إيجابي. هناك صحيح ما هو إيجابي لأنه هذا قانون، ولكن الذي يهمنا إلى أين يصطدم أو يتصل الإيجابي بالسلبي، وما هي النتيجة القصوى على مصالح المجتمع والمواطنين. ولذلك فالسلطة التشريعية مدعوة لاستحضار القواعد والمبادئ الدستورية بمناسبة مناقشة مشروع المسطرة المدنية وغيرها من المشاريع التي ستأتي بعد، بحيث لا يجوز للمشرع أن يعطل جوهر الحقوق
هذه قاعدة دولية في الحقوق. لا يمكن تعطيل جوهر الحقوق والحريات التي يحميها الدستور بعلة تنظيم هذه الحقوق. حتى إذا كان الدستور يقول بأنه يصدر قانون ينظمه، فلا يجوز للمشرع أن يتعدى أن يفرغ الحق أو القاعدة الدستورية كما جاءت من مضمونها، وليس من أجل غياب. أنا كملت أستاذ باش ولذلك لا يحق للمشرع أن ينال منها أو يحدد منها أو يعطل النفاذ إليها الأمر الذي يعتبر إخلالا صريحا للحماية التي يكفلها الدستور. نخلص إلى أن بعض مواد مشروع القانون مصدر المدينة لا تتوافق مع أحكام الدستور بشكل واضح، سبق الزملاء أن بينوا جزءا منها. وأختم بجملتين، وهو أن المعركة اليوم المحامين هي معركة شرف وكرامة، معركة القيام بالواجب، معركة دعم المؤسسات الدستورية، معركة تفعيل التشريع الذي في أمل المغاربة. مسألة الثانية والأخيرة أن معركة، وهو أن إجماع عند ضرورة حماية حق الدفاع حاصل في وطنيا ودوليا وكونيا. وأن ما قاله السيد الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكية هو قناعة مطلقة لدى كل الأحزاب اليمينية واليسارية، ولكنه تختلف في درجات مدى استقلاليتها، مدى شجاعتها، مدى الإعلان عن رفض تشويه للتشريع المغربي، وهو ما يتطلب دعم يعني هذا الاحتجاج وهذه الحركة التي قادها المحامون من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وفي مقدمتهم حق الدفاع. وشكرا. شكرا السيد نقيب عبد اللطيف عمو على مداخلته. بحل الوقت سأعطي